بص، اصل انت لو حاسبها كلها ان هي فلوس بس، الدنيا دي فلوس بس، والله تبقى حسبتك غلط، وكده تبقى الحسبة مخسرة وهتروح في داهية لو فضلت ماشي على الحسبة دي. اصل الحسبة مش فلوس بس، اصل في حاجات في الدنيا اهم من الفلوس 100 مرة. اقول لك زي ايه؟ انت لو صليت صلواتك الخمسة في مواعيدها في المسجد اهم من الفلوس 100 مرة. لو عملت حصة بسيطة من فلوسك ومن مالك للفقراء أو للمساكين، ده أهم من الفلوس 100 مرة، وثوابه أهم من الفلوس مليار مرة. كونك تقرأ وردك اليومي، فاكره؟ وردك اليومي تقراه في ميعاده كل يوم، ده أهم من الفلوس 100 مرة. لو ما عداش ساعة واحدة عليك إلا وإنت فيها ذكرت الله عز وجل، ده أهم من الفلوس 100 مرة. لو ربنا كرمك وخليت في ورد للصلاة على النبي في يومك، ده أهم من الفلوس مليار مرة. وفي حاجات تانية كتير أهم من الفلوس يا صاحبي، ولو قعدنا نعد يا صاحبي لحد بكرة مش هنخلص، لأن في حاجات تانية كتير قوي. الرزق يا صاحبي مش بس فلوس، الرزق في حب المساكين، الرزق في رقة القلب، الرزق في اللطف مع الناس، في التعامل، في ذكر الله، في الصلاة على النبي، في حاجات كتير جدا ربنا يجعل لي ويجعل لك رزق منها. عرفت يعني ايه رزق يا صاحبي؟ ما تدورش على الفلوس بس بقى، لف كده ودور حوالين نفسك على الحاجات اللي هتكسبك دنيا واخره. ما تقعدش تدور على الدنيا بس والحاجات اللي هتكسبك في الدنيا بس عشان تطلع كسبان يعني، والعمليه تبقى ربحانه، والامور تبقى في الاخر متستفه عشان في جنه في الاخر. واخد بالك؟ انا قلت افكرك بس. السلام عليكم.